انا قصة الكفاح في المطاعم دي اللي هو بيبدأ بعربية وبعد كده الدنيا تكبر معاه بتعجبني كده. فاهمني ولا مش فاهمني؟ السلام عليكم ليديز اند جنتلمان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع بعكيكي. من عربية في الشارع لمطعم له أكتر من فرع، مشويات أنكل زيزو. بدأت كعربية، ربنا كرم بقوا أكتر من فرع، حبيت إن أنا أجربه النهاردة، وده كان اختياركم في الكوميونتي بتاع القناة على اليوتيوب. فأنا جبت كل حاجة هو بيعملها في المنيو عشان نشوفه كده ونقول رأينا، فإن شاء الله الفيديو يعجبكم ويلا بينا نخش في المهم. الاوردر وصل اخيرا من انكل زيزو وقعد بالظبط ساعه و10 دقايق، وهم كانوا قايلين لي 40 دقيقه، فبالتالي الدليفري خد وقت شويه. خلينا نشوف الباكج بتاعه عامل ايه. بعد طحينه وسلطه خضراء، مش باعتين مناديل، كل وجبه معاها المعلقه بتاعتها، فخلينا نمسكهم حاجه حاجه ونقول راينا. اول حاجه هنبدا بيها هي اشهر حاجه عندهم، وهو سندوتش الكفته اللي هم بداوا بيه، وده الحجم الوسط منه سعره 20 جنيه. هو ده حجم السندوتش الوسط، محطوط في عيش لبناني زي العيش الشامي كده ولكن على كبير. هو ده شكل الساندوتش من جوه، مليان بقدونس ومحطوطه الكفته طحينه وشرايح بصل وشرايح طماطم، فشكله شهي بصراحه. وخلينا ندوق الطعم عامل ازاي. بسم الله. العيش طازه، عضته حلو قوي، الطحينه راميين طحينه كتير قوي، قوامها ممتاز مش سايبه. طعم الكفته هنا في طعم الشوي وفي طعم سنه جملي، تحس ان اللحمه دي لحمه جملي. الطماطم اللي هم حاطينها شرايح حلوه، البصل محطوطه شرايح حلوه. فبالنسبه لي ساندوتش بالنسبه لسعره ممتاز، ياكل. هتاكل ده هتكون عايز تاكل كمان واحد. له حق ان هو يبقى مشهور كده عندهم، فعجبني قوي كبدايه مبشره. فخلينا نعدي في اللي بعده. تاني حاجة معانا هو ساندويتش الشاورما اللحمة، وانا طالبه كايزر، والباكج بتاعه بسيط خالص ورق. هو ده حجم الساندويتش، الحشو بتاعه كويس الى لحد ما مناسب بالنسبة للساندويتش. بسم الله. العيش مش فريش قوي، يعني نص نص. طعم اللحمه هنا وتتبيلتها غريب، تمضغ تحت اسنانك. طعم الطحينه واضح قوي. من اسوأ سندوتشات شاورما اللحمه اللي انا اكلتها بصراحه. يعني الكفته نبدا بدايه زي الفل، ونيجي في تاني ساندوتش تبقى عامله كده. لا الساندوتش ده اللي بعد كده معانا هي وجبه نص فرخه مشويه. الوجبات بشكل عام تحس ان انت لما تمسكها من قبل ما تفتحها تحس انها تشبعك، حاجه وزنها كتير كده وتقيله. الوجبه نص فرخه معاها خضار مشوي، معاها بطاطس ومعاها رز اصفر، معاها طحينه، سلطه خضراء، 3 ترغفه كبار عيش. فانا شايف ان هي وجبه الحجم ده ب 70 جنيه من قبل ما ناكل ممتازه. خلينا نشوف الطعم عامل ازاي. نبدا بشويه البطاطس العاديه الجاهزه، الفارم فريتس، حاطين عليها التتبيله الجاهزه الجديده، طعمها كويس. حته كده من الصدر وبسم الله. ندوق الورك. التتبيله بتاعت الشوي عندهم بسيطه، مش طاغيه على طعم الفراخ. طعم الصدر بالنسبه لي كان انعم واحسن، والتتبيله واصله له اكتر. الورك ما عجبنيش قوي، مش واصل له طعم. وبشكل عام نص الفرخه كان بالنسبه لي مستوي شويه زياده. ممكن يكون حظي انا، مفيش اي مشكله، متسامح تماما مفيش اي مشكله. الرز البسمتي الاصفر اللي بعتينه طعمه حلو. بالنسبه للسعر انا شايف انها كويسه بصراحه، هتشبعك وهتبقى مبسوط وراضي. اللمسه بتاعت الخضار المشوي مع الاكل ممتازه، هتخليك تتبسط، تحس ان لا انا شبعت واكلت واتبسطت. ونعدي في اللي بعده. بعد كده معانا الوجبه بتاعه الشيش طاووق، سعرها 50 جنيه. قطع شيش طاووق وراك، معاهم رز، معاهم بطاطس، واتنين عيش ب 50 جنيه. السعر كويس بالنسبه للكميه، فخلينا نشوف الطعم عامل ازاي. ناخد حته كده من الشيش طاووق وبسم الله. الشيش معمول وراك وناعم قوي قوي قوي، احلى مليون مره من نص الفرخه المشويه بصراحه. طعم الشيش هنا مستوي كويس قوي، ناعم تحت اسنانك. خلينا ندوق الرز عامل ازاي.
رز بسمتي عليه فلفل الوان وعليه بصل، قريب شويه من طعم الرز القدره كده. لو هختار مشاوي هروح للشيش، مش هروح لنص الفرخه بامانه، ونروح للي بعده. اخر حاجه معانا هي الصدور الجارليك، سعرها 50 جنيه برضو، معاها 2 عيش ورز وبطاطس برضو. خلينا نشوف الطعم عامل ازاي. يا دي القطعه وبسم الله. الصدور ناعمة ولكن مفيش أي اختلاف في الطعم عن الشيش. هو كاتب إنها صدور جارليك، لا لا خالص، ملهاش علاقة بيها، يعني هي شيش. إيه الاختلاف طيب؟ الشيش هو نفسه الصدور الجارليك، مفيش أي اختلاف في الطعم، يعني شيش واحد صدر وواحد ورك. كملخص التجربة ككل، التجربة لطيفة. أحسن حاجة جربتها النهاردة كان سندوتش الكفتة، وليهم حق يكون سندوتش الكفتة بتاعهم مشهور كده. الشاورما اللحمة ارميها خالص، ولا كأن احنا شفناها النهاردة. بالنسبة للوجبات بتاعتهم أسعارها كويسة، ولكن أنا استغربت إن نص الفرخة المشوية بالطعم ده والتتبيلة دي مش أحسن حاجة. ولكن الشيش سواء كان صدور أو وراك كان الطعم بتاعهم كويس قوي. ممكن يكون نص الفرخة على حظي أنا، فبالتالي التجربة طيبة إلى حد ما. دايما تابعوني على الكوميونتي بتاع القناه وشوفوا، لان انا باخد رايكم تقريبا في كل الفيديوهات اللي انا بعملها، عشان القناه معموله ليكوا انتوا. اتمنى تكون التجربه عجبتكم، واستنوني فيديوهات جديده مع بعكيكي. سلام.